كن صحي. صحصوح سهلها عليك. بطاطس مخبوزة بالسبانخ وجبن قريش. الوصفة تحتاج 4 حبات بطاطس متوسطة، 3 ملاعق طعام جبن قريش، ملعقتي طعام لبنة قليلة الدسم، حزمة سبانخ مقطعة إلى شرائح، ربع ملعقة شاي ملح، رشة فلفل أسود، ربع حبة فلفل رومي أحمر مقطع إلى قطع صغيرة، بصلة خضراء مفرومة، ملعقة شاي عصير ليمون، فص ثوم مهروس. يحمل فرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت أو 200 درجة مئوية. تغسل البطاطس جيداً دون أن تقشر وتوضع في صينية وتغطى بالقصدير، ثم توضع في الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تطهى البطاطس، ويمكن غرسها بسكين بسهولة. توضع السبانخ في مصفاة ويصب فوقها ماء حار وتصفى جيداً، وعندما تبرد يعصر ماؤها. تخلط الجبنة القريش مع اللبنة وتتبل بالملح والفلفل والليمون، ثم يضاف إليها السبانخ والفلفل الأحمر والبصل والثوم وتقلب جيداً. تقسم كل حبة من البطاطس طولياً وتستخدم ملعقة صغيرة لإفراغها بعض الشيء. يهرس قلب البطاطس بالشوكة ويضاف إلى خليط الجبن. ترص قوالب البطاطس في صحن التقديم وتقسم الخلطة بين الحبات بحيث يوضع بعض من الخلطة في قلب كل حبة، وتقدم بدرجة حرارة الغرفة.